طيب، عدد من المصادر الإعلامية تقول أنه الأستاذ خالد مشعل يعيش بين القصور والفنادق الفخمة ولا يتقاسم مع شعبه في قطاع غزة المعاناة والحصار والقصف. لو كان هذا الوصف هو الحقيقة لما استقبلني أهلنا في غزة عندما زرتهم قبل عامين هذا الاستقبال الذي تابعتموه. أنا لست وحدي، أنا وإخواني في قيادة حماس وفي قيادة المقاومة الفلسطينية نعيش مع شعبنا وإن بعدت بيننا الجغرافيا، لأن وجودنا في الخارج وجود قسري نتيجة الاحتلال. لست وحدي، هناك 6 ملايين فلسطيني وفلسطينية يعيشون خارج الوطن. وجودنا مؤقت، لكن قلبنا وعقلنا ودعمنا ومشاركتنا بدليل أن نتعرض لمحاولة اغتيال، وهناك المئات الذين اغتيلوا من القيادات فضلا عمن استشهد. نحن في معركة واحدة سواء كنا في الداخل أو في الخارج، وإن شاء الله سنعود إلى أرض الوطن، فهناك وجودنا الطبيعي.